هنعمل مع بعض محشي كرنب هتاكلي صوابعك وراه. يلا بينا نشوف الطريقة. هنجيب حلة فيها مية، نحط فيها معلقة سكر ومعلقة ملح ونسيبها على النار. طبعا نص الحلة بس مية، هنسيبها على النار لما تغلي. ونيجي هنا للكرنباية هنقلمها، هنحش الورق اللي ملهوش لازمة ونحش الجدر بالسكينة، وهنبدأ نقورها كده بالسكينة لحد ما نطلع القلب كده عشان تبقى سهلة معانا في السليق. هنطلع القلب بالسكينة. يا ريت يا حبايبي تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. هنا المية غليت معانا، هننزل بالكرنباية على الناحية اللي قطعنا منه الجدر، وهنسيبها شوية كده الأول عشان تبقى سهلة معانا وتطلع معانا بكل سهولة. نسيبها شوي، وبعد كده أول ما الورق بيبدأ يضطر بنقلبها بقى على الجنب التاني سليمة زي ما هي، وهنسيبها دقيقة كمان. وهنبدأ نسحب الورق ورقة بورقة زي ما حضراتكم شايفين بالماسك كده. شايفين طالع معانا ازاي؟ كل ورقة بورقتها سليمة، مش مقطعة، ما فيهاش اي حاجة، مش مهرية، جميلة جدا. هنطلع ورقة بورقة ونحط في المصفى لحد ما نخلص كل الكمية. هنا خلصنا الكمية كلها. بنطبقها كده ونحوش العرق بالسكينة ونلفها كده، ونبدأ نقطعها على 3. حابة تقطعيها على 3 على 4، بس 3 وسط. لو عايزاها صغيرة شوي قطعيها على 4. هنا بوريك واحدة كمان بنلفها كده وبالسكينة بنقطعها على 3 بعد ما نتخلص من العروق لحد ما نخلص الكمية كلها. ودي الكمية كلها بعد ما خلصت. نيجي بقى للخلطة. بنقشر البصل ونقطعه مكعبات صغيرة. طبعا المحشي بيحتاج بصل كتير، هنحتاج النهاردة بصل وتوم وطماطم وشبت وبقدونس وكزبرة، وطبعا التوابل. هنا خرطنا البصل، هننزل في الحلة بمعلقة سمنة وشوية زيت، وهننزل عليهم بالبصل. هنقلب في البصل شوية لحد ما يدبل ولونه يصفر معانا شوية. وبعد كده هنروح نجهز الطماطم. بنخرط الطماطم مكعبات ونحطها في الخلاط نخلطها كويس، وننزل بيها على البصل بعد ما اصفر. طبعا هنا انا بقطع الطماطم عادي بالقلب بتاعها، اللي عايز يحوش القلب او يصفيها عادي جدا، بس انا بحبها كده. وطبعا سهل جدا والله وما خدش مني اي وقت. هنا البصلة اصفرت معانا، هنبدأ ننزل عليها بالطماطم ونغطيها طبعا شوية. لو عندكم صلصة عادي. هنا سيبنا الطماطم لحد ما اتسبكت. طبعا دي الطماطم بدون اي اضافات، اتسبكت شوية. دي معلقة سكر ومعلقة ملح ومعلقة كزبرة. دي معلقة بابريكا ومعلقة كزبرة، معلقة فلفل اسود، معلقة كمون، مكعب مرقة. طبعا المعالق دي معالق صغيرة، والملح طبعا على حسب الرغبة. هنا بنقطع الخضرة شبت وبقدونس وكزبرة ربطة وربطة وربطة. هنا طبعا التخديعة اتسبكت كويس، بننزل عليها بكيلو رز مغسول على حسب كمية الورق اللي معاكي، مغسول ومتصفي كويس. ونزلنا بالخضرة بتاعتنا، وهننزل بمعلقتين كبار توم مهروس، وبنقلب الخليط وبنطفي عليه على طول. وطبعا الفيديو المقطع الاخراني اتمسح من عندي وانا بلفلف، بس الحمد لله. وده بعد التسوية ما شاء الله جميل. انا حطيت في القعر بطاطس وطماطم
وده شكلها وبالهنا والشفا.